السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الرز بلبن الكريمي زي بتاع المحلات بالظبط وأحلى كمان. طعمه حلو جدا جدا وطريقته مفيش أسهل ولا أبسط منها. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. أول حاجة معايا نص كوباية من الرز المصري مغسول كويس جدا جدا مش منقوع، نص كوباية بس. نص كوباية على الكيلو حليب. ومعايا كوبايتين ونص من المية هحطهم على الرز واسيبه بقى لحد ما يستوي كويس جدا، مش بحط اي اضافات تانية على الرز. تمام. يبقى نص كوباية رز، كوبايتين ونص من المية لحد ما الرز يستوي ويدوب خالص، يعني امسك الرزاية كده الاقيها دايبة. هو ده المطلوب، ما ينفعش الرز يكون نص سوا، الرز لازم يبقى مستوي تماما. معايا بقى لتر من الحليب او كيلو من الحليب. تمام. دون جايباه من عند اللبان عشان تاخدي الوش الحلو. لازم الحليب يكون كامل الدسم، لازم نسبة الدسم فيه تبقى عالية جدا. وبعدين هحط عليه نص كوباية من السكر، اديلهم تقليبة بس الرز مع الحليب كده، وبعدين احط نص كوباية بس من السكر. كان سكر مظبوط جدا، لكن لو انت عايزة تزودي او تقللي زي ما انت عايزة، بس النص كوباية مظبوطة. تمام. اديلهم برضو تقليبة كويسة مع بعض. حابة بقى انك تعلي القيمة الغذائية شوية، بنحط معلقتين من القشطة. بس انا عايزه اقول لكم على غلطه انا وقعت فيها، مثلا لعل وعسى ممكن حد يعمل نفس الغلطه اللي انا عملتها دي. القشطه، انا كان عندي حلتين لبن في التلاجة. في حله كانت رابط، يعني اللبن فيها كان راب، والحله التانية اللبن فيها كان حليب اللي هو انا عملت بيه الرز بلبن. فانا خدت من على وش الحلتين الاتنين القشطه، فحطيت القشطه على بعض. فاهمين قصدي؟ يعني انا خدت القشطه من على الحله اللي رايبه، والقشطه التانية من الحله اللي هي ما رابطش. فالقشطه اللي انا خدتها من الحله اللي رابط كان فيها شويه من اللبن الرايبين. فانا لما جيت ضفت القشطه حسيت بتكتلات بسيطه في قلب الرز بلبن. اخر حاجه بقى انا ضفتها نص كوبايه من الحليب، عليها معلقتين كبار من النشا عشان بس تربط شويه معايا. وخلاص كده عملنا مع بعض احلى واطعم رز بلبن. والله طعمه حلو جدا جدا واتاكل وما كانش فيه اي مشكله، بس كنت حاسه بتكتلات بسيطه فيه، ودي بسبب غلطتي ان انا خدت القشطه من على وش اللبن الرايب والقشطه اللي على وش اللبن الحليب. تمام. ف... فكان القشطه اللي على وش اللبن الرايب كان فيها شويه من اللبن الرايب. خلاص، فهي دي الغلطه اللي انا وقعت فيها. يا رب بس لو حد عنده نفس الحركه دي ما يعملهاش، واعملوا الرز بلبن، طريقته سهله جدا جدا وبسيطه وطعمه في منتهى الجمال. هي دي الطريقه الاصليه اللي كل المحلات بتعملها، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. طعمه لذيذ وسهل وسريع جدا. جربوه، مستنيه رايكم فيه. واسيبكم في رعايه الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزينوه باي صوصات باي مكسرات انتوا عايزينها.